السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم عاملين إيه؟ جمعة مباركة على الجميع يا رب إن شاء الله. وطبعا زي ما احنا عارفين دي هتكون آخر جمعة في شهر شعبان بإذن الله. تقريبا هي آخر جمعة في شهر شعبان، مش عارف والله، بس هي تقريبا آخر جمعة في شهر شعبان. عموما كل عام وأنتم بخير، وربنا يبلغنا رمضان إن شاء الله ويتقبلنا فيه ويتقبله منا. كلمتين وبس كالعادة، يعني مش هطول عليكم. لما صاحب مطعم يطلب يكون محتاج شيف، المفروض يبقى عارف هو محتاج شيف ايه. ما نلاقوهوش بيعد عايز شيف سخن ومشويات وبيتزا وفطاير وي 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 وي. حدد انت عايز شيف ايه، علشان الشيف اللي يجي لك يبقى عارف هو يشتغل ايه ويقدر ينتج لك شغل صح. وطبعا اي شيف رايح اي مطعم يا ريت بلاش يقول له انا بعرف اعمل وبعمل 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 وبعمل، لان انت اصلا مش هتبقى مركز في حاجة. خليك دايما في تخصصك، ان كنت شيف سخن او مشويات او جارد مانجي او معجنات او ايا كان. خليك مركز في التخصص بتاعك، لانك ما انتش رايح تشتغل في مطعم لوحدك، انت رايح تشتغل مع ناس. انت مش رايح تشتغل لوحدك، انت رايح تشتغل مع ناس. خليك في التخصص بتاعك عشان تكون ناجح فيه وتقدر تشتغل. قول بسم الله توكلت على الله واشتغل في التخصص بتاعك علشان تقدر تطلع شغلك صح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.